لو معاك ميزانيه تبدا من 15000 جنيه وطالع وعايز تشتري موبايل يظبط لك الاداء في الالعاب وكمان شاشه كويسه والبطاريه تكون ساعاتها كبيره، فانت غالبا محتار بسبب لخبطه الاسعار وتعدد الاختيارات بالذات في الفئه دي. فانا النهارده مش جاي ارسل لك مواصفات وخلاص، هجيب لك افضل 5 موبايلات متوفره حاليا في السوق تحت ال 20000 جنيه ومترتبه طبعا من الارخص للاغلى. فعايزك تركز معايا جدا في الفيديو ده وما تقدمش حاجه، لان فعلا في موبايلات هتحسها متشابهه مع بعض لكن بتكون في عيوب رخمه كده ممكن هي دي اللي تخليك ما تشتريش الموبايل. فطبعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك ويلا بينا نبدا. الموبايل الاول معانا هو من شركه شاومي، وخلي بالك هنا هو الريدمي نوت 15 نسخه ال 5G، لان في منه نسخه ثانيه نسخه ال 4G ودي طبعا سعرها ارخص بكتير من النسخه دي. فعايزك تركز معايا في الموبايل ده. مبدئيا كده اول ما تمسك الموبايل ده في ايدك هتحس باناقته اللي مش طبيعيه ووزنه الخفيف اللي مش مكمل 180 جرام، ده غير ان التخانه بتاعته نحيفه جدا، والتكفيل بتاعه اللي من البلاستيك المحترم اللي بيستحمل صدمات بتوصل معاك لحد المتر ونص او مترين الا شويه. وكمان بيجي لك بشهاده حمايه الاي بي 66 ضد طرطشه الميه والغبار، فما تقلقش عليه من موضوع الحمايه ده غير ان الديزاين بتاع الموبايل نفسه شيك كده ويحسسك انك ماسك فعلا موبايل محترم. ولما تقلب بقى وتشوف الشاشه بتاعه الموبايل ده فهتلاقيها جايه اموليد وكمان كيرف، الحواف بتاعتها شبه معدومه تماما، بتوصل معاك لل 120 هرتز، وبصراحه الالوان هنا ممتازه، والسطوع تحت الشمس بيوصل معاك لحد 3200 نتس، والمميز فيها ان التعتيم بتاعها عالي فمش هتتعب عينك لو بتلعب في الضلمه، وكمان البصمه بتجيلك تحت الشاشه وادائها سريع مش هتواجه معاها مشاكل. ولما تفتح لعبه زي بابجي فهتلاقيها معاك طلقه بفضل طبعا السوفت وير اللي جاي من الهايبر او اس 2 ودي اللي مبنيه على احدث اندرويد وبفضل معالج سناب دراجون 6 جين 3. بس للامانه لو انت ضغطت على الموبايل ده شويه في الجيمنج فهتلاحظ شويه سخونه واضحه في ظهر الموبايل. كمان علشان يكملوا لك التجربه فحط لك هنا سماعات ستيريو بتديك صوت مجسم، بتدعم لك الدولبي اتموس، ونقاء السماعات دي مع استخدامك ليها مش هتواجه معاها اي مشاكل وهتتبسط بيها جدا. اما بالنسبه للمستشعرات فانت عندك المستشعرات كلها جايه هاردوير بما فيهم طبعا الجيروسكوب، وكمان عندك الاي ار بلاستر اللي بتستخدمه في تشغيل الاجهزه الالكترونيه، لكن عندك عيب بسيط وهو انك عندك مستشعر تقارب جاي هنا شغال سوفت وير. ولما نروح للبطاريه فهتلاقي البطاريه هنا 5520 ملي امبير اور، ودي بتسد معاك اليوم كله بشكل ممتاز وبتشحن بسرعه محترمه بفضل الشحن ال 45 واط اللي بيجي كمان جوه العلبه. وعايز اقول لك برضو ان العلبه بتاعت الموبايل ده متكامله بعكس شركات تانية لسه هنتكلم عنهم كمان شويه. وعشان تكون عارف الموبايل ده بيدعم لك الشحن العكسي بقوه 18 واط. اما لو لجأنا للكاميرات فهتلاقي عندك الكاميرا الاساسيه هنا بتوصل معاك لل 108 ميجا بكسل وفيها مثبت بصري او اس بتطلع طبعا صور تفاصيلها حلوه، وكمان تقدر تصور فيديوهات بتوصل معاك لحد ال 4K. وعندك عدسه تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع، والكاميرا السيلفي هنا بتوصل معاك لل 20 ميجا بكسل، والسيلفي بصراحه بيكون ممتاز في الصور بسبب التفاصيل اللي فيه. العيوب الموجوده في الموبايل ده بس ان الفيديو السيلفي هنا اخره فول اتش دي بس مش 4K، ومفيش ثبات لو انت بتصور 4K من الكاميرا الخلفيه. كمان شالوا مدخل السماعات ال 3.5 مللي، فتضطر انك برضو تلجأ للسماعات الوايرلس، والموبايل بيدعم لك يا اما شريحتين او شريحه وكارت ميموري، لكن ما بيدعملكش تركيب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. وبالنسبه للاسعار فانت عندك من الموبايل ده نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 15000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام ودي بسعر 19000 جنيه، والنسختين دول ضمان محلي فاكيد مش هتدفع عليهم اي ضرائب. وورد طبعا لو انت بتشوف الفيديو ده بعد مده من نزوله فغالبا ممكن تلاقي الاسعار متغيره، ممكن تكون ارخص شويه او اغلى شويه على حسب ظروف التوقيت اللي انت فيه، لان الاسعار متقلبه كتير اليومين دول. نطلع لتاني موبايل معانا من شركه ريلمي وهو الريلمي 15 تي 5G، وده بصراحه معمول للشخص اللي حركته كتير وعايز جهاز يستحمل المرمطه معاه. الموبايل خامته من البلاستيك الشيك ووزنه خفيف 180 جرام، والصياعه هنا بصراحه واللي ريلمي اشتغلت عليه وهي ان ريلمي اشتغلت على اعلى معيار حمايه، ده لانك ما عندكش شهاده حمايه واحده، لا ده انت عندك شهادتين الاي بي 68 والاي بي 69. هتقدر تقول كده ان الموبايل ينزل معاك في الميه لحد مترين ونص لمده نص ساعه وانت مطمن ما تقلقش عليه. ولما نروح نشوف الشاشه فهتلاقي الشاشه هنا عندك جايه فلات تماما وجايه من نوع اموليد بتوصل معاك لل 120 هرتز، والحواف بتاعتها تعتبر شبه معدومه، والسطوع الخارجي تحت اشعه الشمس بيوصل معاك لحد 1400 نتس فعلي، والبصمه بتاعت الموبايل ده جايه تحت الشاشه وادائها سريع. ولما نروح للاداء فاحب اقول لك ان الموبايل ده جاي شغال بمعالج الدايمنسيتي 6400 ماكس، وبصراحه احب اقول لك ان المعالج ده مش الاقوى كفريمات لو انت بتلعب كتير، بس الميزه بتاعته هنا انه هادي مش بيسخن حتى لو انت ضغطت عليه، وبيلعبك ببجي ب 60 فريم ثابتين ومش هتواجه في الالعاب اي مشاكل عموما. بس احب اقول لك ان المعالج اصلا مش موجه للالعاب عشان تكون عامل حسابك على نقطه زي كده، لكن لو انت هدفك الالعاب فاحب اقول لك ان الفيديو اللي فات فيه افضل موبايلات المخصصه بس للالعاب، وكمان من سعر 10000 لحد 25000 جنيه. فهكون سايب لك الفيديو دلوقتي في الاي اللي فوق، ادخل شوفه لو انت مهتم اكتر بالالعاب. نرجع تاني للريلمي 15 تي، واحب اقول لك ان المستشعرات هنا كلها هتلاقيها جايه كامله هاردوير، والحاجه اللي انت تحبها طبعا ان البطاريه معاك هنا ساعتها مرعبه حرفيا، بتوصل معاك ل 6550 ملي امبير، وده من الاخر يعني تخليك تستخدم الموبايل يومين مرتاح. كمان مع البطاريه دي معاك شحن 45 واط وجاي
جوه العلبه المتكامله اللي كده كده مش هتحتاج انك تشتري عليها اي اضافات تاني، والسماعات هنا جايه ستيريو وصوتها كويس محترم. وبالنسبه للتصوير فحب اقول لك ان الكاميرات الخلفيه هنا جايين كاميرتين، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل وكاميرا ثانيه بورتريه 2 ميجا بكسل. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي فانت عندك هنا كاميرا بتوصل ل 50 ميجا بكسل، فهتاخد طبعا تفاصيل ممتازه. كمان عندك ميزه اي اي صايعه كده هم حاطينها لك تبع الكاميرات، وبالمناسبه بيعالج لك الصور باحترافيه برضه. وعيوب الموبايل ده اللي انت لازم تعرفها انه ما بيصورش 4K وما فيهوش عدسه الترا وايد لو انت من محبين التصوير الواسع، وتحديدا في الكاميرا انت برضه ما عندكش مثبت بصري OIS، فتحتاج انك تثبت ايدك كويس في ظروف التصوير كلها. وعندك هنا منه في مصر نسختين، نسخه 256 مع 8 رام ودي بسعر 15200 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 12 رام ودي بسعر 17000 جنيه، والنسختين طبعا ضمان محلي. وبالنسبه لسعره بالدولار فالنسخه الاولى ب $315 والنسخه الثانيه ب $350. وملحوظه برضه ما كنتش قلتها لك، وهو ان الموبايل بيركب له يا اما شريحتين او شريحه وكارت ميموري. نسيب بقى ريلمي ونروح لشركه ثالثه خالص وهي شركه سامسونج، ومعانا منها طبعا السامسونج A36. هتقول لي يا عم الاي 37 نزل الفتره اللي فاتت، هقول لك ماشي بس الاي 37 يعني سعره غالي شويه، فممكن يكون معانا الفيديو الجاي مش النهارده خالص. المهم لو انت عايز تحط فلوسك في موبايل اعتمادي فالاي 36 بيقدم لك التجربه دي بالملي. الموبايل اول ما تمسكه هتحس يعني بالفخامه اللي فيه شويه، لان الموبايل جاي بخامات من الجزاز ومحمي كمان بالجوريلا فيكتاس بلس في الظهر، وبيجي لك بشهاده الحمايه IP67 ودي برضه شهاده محترمه. اما بالنسبه للشاشه فسامسونج طبعا ملكه الشاشات، انت عندك الشاشه هنا سوبر اموليد جايه فلات تماما، الحواف بتاعتها مش كبيره اوفر وبتوصل معاك لل 120 هرتز. مش عايز اقول لك طبعا ان الالوان بتاعتها تاخدها خرافيه منها، والشاشه عليها طبقه حمايه من الفيكتاس بلس، فهتكون جايه معاك ضد الخدش والكسر والكلام ده كله، والسطوع بتاعها ممتاز تحت اشعه الشمس، والشاشه دي كمان داعمه معاك الاولويز اون ديسبلاي. وبالنسبه للبصمه فهي تحت الشاشه وادائها كويس لكن مش الافضل ولا الاسرع، فدي برضه حبيت اعرفك عليها. اما لما نروح للاداء فاحب اقول لك ان سامسونج هنا نازله لك بمعالج محترم واللي هو السناب دراجون 6 جين 3، ومن الاخر هنا هتاخد تجربه ناعمه مستقره بشكل كبير مع واجهه الوان يو اي 7، وسخونيه المعالج هنا اقل بكتير من الاجهزه بتاعت سامسونج اللي بنشوفها. وكمان عندك المستشعرات كلها كامله، لكن عندك بس مستشعر التسارع والقرب ده اللي جاي سوفت وير، لكن غير كده الباقي جاي هاردوير. ولما نروح للسماعات فانت عندك السماعات هنا جايه ستيريو وادائها نقي طبعا، والحاجه اللي لسه سامسونج مش عايزه تتقدم فيها شويه وهي البطاريه اللي لسه ما زالت بتيجي ب 5000 ملي امبير اور، في حين ان في موبايلات تانية يعني زي ما انت شفت بتوصل معانا ل 6000 ملي امبير واكتر، بس دي برضه ما تعتبرش مشكله. مع البطاريه دي انت عندك شاحن سريع 45 واط بيشحن لك غالبا لحد 65% كده في نص ساعه. والميزه الاهم بصراحه في الموبايل ده واللي بيميزه عن موبايلات كتير في سعره ان الاي 36 هنا بيدعم لك الاي سيم، ففكك بقى انك عايز تركب شريحتين او اكتر من شريحتين انت براحتك، يوم ما تتزنق هتروح تشتري لك اي سيم والموضوع منتهي. نسيب بقى ده كله ونروح للكاميرات، وهنا حابب اقول لك ان الكاميرات بتدي لك اداء متوازن جدا، ده لانك عندك الكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل جايبه مثبت بصري OIS وبتصور لك فيديوهات بتوصل معاك لل 4K بشكل ثابت، والوان طبعا سامسونج اللي احنا عارفينها. ومع الكاميرا الاساسيه دي معاك كاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل الترا وايد ودي للتصوير الواسع، فدي حاجه ممكن تعجبك شويه، وكاميرا ثانيه 5 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو. وبالنسبه للسيلفي فانت عندك كاميرا 12 ميجا بكسل. عيوب الموبايل ده رخمه شويه، وهي ان العلبه بتاعته ما فيهاش راس الشاحن، يعني هي العلبه من الاخر فاضيه ما فيهاش غير الموبايل ووصله الشاحن ودبوس السيم كارد بس، لكن اي حاجه ثانيه انت تحتاج انك تشتريها، وده للاسف هيكون بمبلغ زياده على سعر الموبايل. وعشان تكون عارف برضه ان الموبايل ده ما بيدعمش تركيب كارت ميموري، لكن ده ممكن تعوضه في انك تشتري موبايل بسعه تخزينيه اكبر. والميزه بصراحه اللي هتخلي الموبايل ده يتباع بشكل كبير وهو انه بيدعم لك تحديثات لمده 6 سنين، فلك ان تتخيل انك تشتري الموبايل السنه دي تلاقي نفسك ان التحديثات بتاعته بتخلص مثلا على 2032 2033 حاجه في الحدود دي، فلا هيكون موبايل اعتمادي وهيعيش معاك مده كبيره لو انت عايز تريح دماغك ومش حابب انك تفكر في موبايلات تانية انك تشتريها الفتره الجايه. وبالنسبه لسعره فانت عندك من الموبايل ده نسختين، نسخه 128 مع 8 رام بسعر 17000 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 18500 جنيه، والنسختين طبعا محلي ما لهمش اي ضرايب. وبرده من ناحيه سعرهم بالدولار فانت عندك $350 للنسخه الاولى و$385 او حاجه في الرينج ده للنسخه الثانيه. ودلوقتي نسيب سامسونج ونروح لرابع موبايل معانا من شركه انفينكس واللي هو الانفينكس نوت 60 5G. ده بصراحه انا رشحته في فيديو الالعاب اللي فات لانك من الاخر لو انت واحد جيمر الموبايل ده ليك، بس خلينا نبداها واحده واحده ونشوف الموبايل ده بيقول ايه. اولا من ناحيه الديزاين فانت واخد ديزاين مختلف نوعا ما وهيديك تجربه خامات وميزات مش هتلاقيها في موبايل تاني يعني بسعره. فاول ما تمسك الموبايل يعني فتحس بفخامه المعدن اللي جاي بيه، هو ايوه وزنه تقيل شويه بيوصل معاك لل 200 جرام وبيجي لك مقاوم لطرطشه الميه والغبار بشهاده الاي بي 64. كمان الظهر جاي فيه حركه صايعه بتجي لك كده لمبه اشعارات، وعندك مستشعر طبي علشان تقيس بيه ضربات القلب ونسبه الاكسجين في الدم، فدي بصراحه اول مره نشوفها في الموبايلات عموما، لكن طبعا هتنفعك مش هتضر. اما لما نروح نشوف الشاشه فهتلاقي هنا الشاشه جايه فلات تماما، بتوصل معاك الكواليتي بتاعتها لحد ال 1.5K، والاهم انها جايه اموليد وبتوصل معاك لل 144 هرتز، فالنعومه هنا خرافيه بصراحه. وسطوحها تحت الشمس بيوصل معاك لحد 1600 نتس، والشاشه
الشاشه بشكل عام عليها طبقه حمايه من نوع كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، ودي برضه شهاده يعتمد عليها. اما لما نروح للاداء فعايز اقول لك ان الاداء هنا محترم بزياده، لانك عندك الموبايل ده جايب معالج الدايمنستي 7400 التيميت، والاهم ان انفينكس هنا حاطه لك غرفه تبريد محترمه يعني جوه الموبايل ده، فمن الاخر مش هتلاقي الاداء بيقل معاك او الفريمات بتسقط منك. وبالنسبه للسماعات فانت عندك سماعات هنا جايه ستيريو ومجسمه، وكمان بتجيلك بالتعاون مع الجي بي ال، فهتاخد يعني سماعات محترمه من الاخر. وبالنسبه للمستشعرات فانت عندك كل المستشعرات جايه هاردوير، والميزه الاهم انك عندك اي سيم في الموبايل ده، فلك ان تتخيل على كل اللي احنا اتكلمنا عنه ولسه عندك اي سيم. انفينكس تسكت على كده تقول لك لا يا باشا، انا عندي بطاريه هنا بتوصل لحد 6150 ملي امبير، عشان لو انت تلعب كتير فاحب اريحك في النقطه دي. والبطاريه دي بتشحن لك ب 45 واط، والمفاجاه بصراحه ان الموبايل ده بيدعم لك شحن لاسلكي بقوه ال 30 واط. انفينكس تسكت برضه وتقول لك لا يا معلم. تعالى اللي بقى في الكاميرات، واحب اقول لك ان الكاميرا الاساسيه هنا بتوصل لحد 50 ميجا بكسل ومعاها مثبت بصري او اي اس، ده غير انك كمان تقدر تصور فيديوهات بتوصل معاك لحد 4K، فهتاخد تفاصيل ممتازه، ومعاك عدسه ثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل. العيوب بتاعته انت ممكن تتجاهلها عادي لو انت الموضوع ده مش بيفرق معاك، بس احب اعرفك عليهم برضو انك عندك ذاكره التخزين هنا اليو اف اس 2.2 مش الاسرع في انك تنقل ملفات والكلام ده كله، لان في الاحدث منها، لكن انا شايف بالنسبه لباقي المواصفات فلا الموبايل ده مازال ممتاز في سعره، فمش هعتبرها عيب اصلا. وعندك باقي الموبايل بيجي لك في العلبه بتاعته متكامله فيها الشحن 45 واط والجراب والسماعه، وبالنسبه لسعره وبكل المواصفات اللي انت سمعتها دي فاحب اقول لك انك عندك هنا نسخه واحده وهي 256 مع 8 رام وبسعر 18900 جنيه، ودي بالمناسبه ضمان محلي. وبالنسبه لسعره بالدولار فبتوصل غالبا ل 390 دولار او 400 دولار حاجه في الحدود دي، والموبايل بيدعم لك تحديثات لمده 3 سنين، ودي مده برضه محترمه. نسيب انفينكس خالص ونروح لاخر موبايل معانا وهو من شركه ريلمي، وهو الريلمي 15 5G، وده يعتبر اغلى موبايل موجود معانا في الفيديو ده. بس احب اقول لك ان الريلمي 15 بيجي لك بظهر من البلاستيك الشيك، ورفايع معاك 7.7 مللي، كمان في لمبه اشعارات في الظهر بتنور لك RGB، فهتكون روشه جدا برضه معاك في الالعاب او المكالمات. ده غير الموبايل بيجي لك بشهادتين حمايه ممتازين الاي بي 68 والاي بي 69، عشان ما تقلقش لو الموبايل وقع منك على ارض او لو وقع منك في ميه فهتلاقيه مكمل معاك ومش هتواجه معاه مشاكل. اما بالنسبه للشاشه فانت عندك الشاشه هنا جايه فلات تماما، وجايه طبعا اموليد وبتوصل معاك لل 144 هرتز، وكمان سطوع ممتاز تحت اشعه الشمس بيوصل معاك لحد 4500 نتس، وما اظنش ان الرقم ده فعلي، ممكن تكون مثلا 1600 1700 حاجه في الحدود دي، وما زالت برضو الارقام دي ممتازه. فاحب اقول لك ان مجملا هتاخد من الشاشه دي اداء ممتاز من ناحيه الالوان ومن ناحيه التعتيم، فهتلاقيها معاك زي الفل. اما بالنسبه للبصمه فهتلاقيها جايه تحت الشاشه وادائها معاك صاروخي كعاده ريلمي طبعا. ونروح نشوف الاداء، واللي هتلاقي هنا الاداء مختلف شويه، لان بصراحه انت بتاخد اداء محترم بزياده، وده بفضل المعالج الدايمنستي 7300 بلس، وده بيجي لك ب4 نانو، فهتلاقيه موفر معاك طبعا في الطاقه، وبيجي لك بذاكره تخزين اليو اف اس 3.1 ورامات من ال LPDDR5X. فمن الاخر ده موبايل برضو تعتمد عليه في الالعاب، تعتمد عليه في نقل ملفات، مش هتشوف اي مشاكل في الاداء. وكل ده يا معلم مع واجهه ريلمي اليو اي 6، ودي طبعا زي ما احنا عارفين هتلاقيها خفيفه معاك وبتفتح لك الالعاب بسلاسه، وكنت رشحت الموبايل ده في فيديو جيمنج من فتره، فهو برضو يعتمد عليه من ناحيه الالعاب. يعني عندك لعبه زي ببجي هنا بتلعب لك ب 90 فريم مرتاح. وبالنسبه للمستشعرات فانت عندك كل المستشعرات كامله هاردوير، والبطاريه جايه معاك بساعه ممتازه بتوصل معاك لحد 6500 ملي امبير اور، وده يا معلم تكمل معاك يومين مرتاح بسرعه شحن بتوصل ل 45 واط. والسماعات طبعا ادائها كويس، جايه ستيريو ومجسمه وعاليه، فمش هتشوف معاها اي مشاكل. ونروح للكاميرات فهتلاقي الكاميرا الاساسيه جايه معاك 50 ميجا بكسل، جايب مستشعر من سوني محترم، وكمان فيها مثبت بصري او اي اس. مش عايز اقول لك طبعا انك بتاخد تفاصيل والوان خرافيه بسبب المستشعر اللي جاي من سوني. بجانب ده كله انت بتاخد تصوير فيديو بيوصل معاك لحد ال 4K. بجانب الكاميرا الاساسيه انت عندك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 50 ميجا بكسل مليانه تفاصيل طبعا، فهتعجبك الصور السيلفي اللي انت هتاخدها بيها. عيب الموبايل ده انه ما فيهوش منفذ 3.5 مللي، ملوش مكان للكارت الميموري، ودي بصراحه مش شايفها عيوب اتك عليها. بالنسبه لسعره فانت عندك حاليا منه نسخه واحده 256 مع 12 رام، ودي بسعر 20000 جنيه، ودي برضه نسخه ضمان محلي. وبالنسبه لسعره بالدولار فغالبا عامل 400 دولار 410 حاجه في الحدود دي. تعالى بقى بعد ما خلصنا كل الموبايلات اللي معانا النهارده فاحب اديك الخلاصه على حسب استخدامك انت، فمعلش لا كل واحد ياخد حاجه، فعشان الخص لك الحكايه دي كلها وتعرف فلوسك رايحه فين بالظبط فاقول لك لو انت عايز ارخص موبايل بشاشه كيرف محترمه وباداء صاروخي باقل سعر ممكن فاروح على الريدمي نوت 15 نسخه ال 5G. اما لو انت استخدامك تجيل حبتين وبتستخدم الموبايل في ظروف شاقه شويه فاحب اقول لك روح للريلمي 15 تي، لان طبعا بيجي لك باعلى شهادات حمايه بتوصل معاك للاي بي 69 وبطاريه ممتازه 6550 ملي امبير، فده الموبايل اللي يعيش معاك مده اطول من ناحيه البطاريه، وكمان ما تقلقش عليه انك معاك شهاده حمايه قويه. اما لو انت بتدور على موبايل اعتمادي يعيش معاك 5-6 سنين مرتاح فاقول لك روح للسامسونج اي 36 على طول، وبتاخد منه كاميرات ممتازه واداء ممتاز. بجانب ده كله عندك اي سيم في الموبايل، عيبه بس انك بتشتري له باقي المكملات بتاعته علشان مش بتكون متوفره في العلبه. اما لو انت واحد جيمر ومش همك حاجه غير انك تلعب العابه بس فاقول لك على طول روح للانفينكس نوت 60،
60. فانت عندك شاشه 144 هرتز وبطاريه معديه ل 6000 ملي امبير معاك، وسماعات بالتعاون مع JBL محترمه، وكمان مستشعرات طبيه، ودي ميزه مش بنشوفها في موبايلات تانية اصلا، وكل ده مقارنه بسعره. فاحب اقول لك ان الموبايل ده قيمه مقابل سعر. اما اخيرا بقى لو انت مش همك الميزانيه وعايز توصل لل 20000 مرتاح وعايز حاجه من الاخر يعني تكون متكامله، فعلى طول روح للريلمي 15، لانه من الاخر برضه بيجي لك بشهادات حمايه قويه الاي بي 69 وبطاريه ممتازه 6500 ملي امبير، وطبعا اداء محترم لا يعلى عليه بذاكره التخزين اليو اف اس 3.1. فلو عايز تريح دماغك من ناحيه الاداء والحمايه والبطاريه فعليك وعلى الريلمي 15 ده من الاخر يعني. فبس كده ما تنساش تحت في الكومنتات تعرفني ايه ميزانيتك وايه استخدامك وانا ارشح لك افضل موبايل مناسب ليك. كمان ما تنساش تشاركني في الكومنتات ايه افضل موبايل عجبك في الموبايلات اللي احنا رشحناها النهارده. واخيرا طبعا وتقديرا للفيديو ده ما تنساش لايكك وسبسكرايبك عشان ده بيديني حماس ان انا اعمل فيديوهات اكتر من النوعيه دي، وعشان ما تطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.